السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. النهاردة معانا تحليل شخصية الجدع محمد سلام والكائن بيومي فؤاد. طبعا بدون عرض فيديوهات احنا عرفنا موقف محمد سلام ان هو اعتذر عن دوره في المسرحية اللي اتعرضت في موسم الرياض، واكيد كلنا شفنا الفيديو بتاعه وشفنا موقفه الرجولي. وعلى فكرة محمد سلام انا اعرفه شخصيا وتعاملت معاه اكتر من مرة، هو انسان فعلا في الحقيقة محترم جدا وطيب جدا وخجول جدا جدا. وبرضه شفنا موقف بيضوني فؤاد في الكلام الغريب اللي طلع قاله في اخر المسرحية بتاعت موسم الرياض. فتعالى كده بعلم الفراسة نحلل وجه كل واحد فيهم ونعرف ايه الصفات اللي خلته ياخد الموقف ده. فبالنسبة لمحمد سلام لو جينا كده قسنا عرض الجبهة عنده مع طول الوجه هنكتشف ان عنده الوجه اطول من عرض الجبهة، فمعنى كده ان هو انسان ثقته في نفسه مكتسبة، يعني بيحتاج ان هو يعمل الحاجة اكتر من مرة لغاية ما ثقته في نفسه تزيد، وبعد كده بيبدأ يعمل الحاجة دي وهو واثق في نفسه، وده بيدعم معانا صفة الخجل. ولو جينا شفنا الجبهة عنده هتلاقيها ان هي دائرية، ولو جينا شفنا الدقن عنده هتلاقيها دائرية. خلي بالك هي اللحية عنده هي المربعة لكن الدقن عنده دائرية. لو جينا شفنا الصورة دي هتلاقي بص ان عنده الدقن دائرية، برضو إطار الجبهة عنده دائري. ولو كملنا كده الدايرتين مع بعض هتلاقي إن مفيش أي بروز للعظم في الفك، فمعنى كده إن هو الوجه بتاعه هو الوجه البيضاوي. والوجه البيضاوي ده بيبقى شخص عاطفي جدا وبيبقى طيب وبيبقى اجتماعي لدرجة عالية جدا جدا جدا، يعني هتلاقي عنده القدرة على التعامل مع كل أنواع الناس، وهتلاقي عنده كمية رهيبة من الناس اللي هو يعرفهم، وأكتر الناس دي هتلاقيها بتحبه فعلا لأن هو بيتعامل مع الناس بعاطفية. وتالت حاجة بتميز الوجه البيضاوي إن هو عنده نسبة الحدس عالية، يعني عنده نسبة الاستنتاجات والتوقعات بتبقى عالية جدا. طبعا إطار الجبهة البيضاوي ده بيقول لنا ان هو بيهتم بالعلاقات الاجتماعية والاسرية اكتر من العمل، بيهتم بالاشخاص اكتر من الاشياء، وبيحافظ على الاشخاص اللي هو يعرفهم. اما بالنسبة للدقن الدائرية فدي بتقول لنا ان هو شخص مرن وبيتكيف مع الظروف، وانه بيهتم بمشاعر الاخرين ويمكن على حساب مشاعره، وانه بيتخذ قراراته بناء على العاطفة بتاعته. ولو تاخد بالك ان عنده الجبهة طويلة فده انسان مثقف وعنده معلومات في اكتر من مجال، وان هو واسع الفكر، وان هو بيحب التروي والتأني، وانه بيعرف يخطط. قبل ما يتخذ القرار ان هو يروح يمثل دوره في المسرحية او لا، قدر يفكر بينه وما بين نفسه بتأني وتروي ويخطط اذا كان هيروح ولا لا. ولكن بناء على ان هو شخص عاطفي فقرر طبعا ان هو يتعاطف مع اخواتنا في فلسطين، وانه ما يقدرش يروح يمثل ويرقص ويهزر وهم عندهم النكبة دي. لو رحنا بقى للصورة التانية عشان تبقى قريبة شوية، لو تاخد بالك ان عنده هنا الحواجب فيها دوران، واصحاب الحاجب الدائري دول بيبقى بيحب الحياة وبيبقى شخص منفتح، ودايما بيطلب حاجته بطريقة غير مباشرة. بيبقى عنده نوع من الخجل كده ان هو يحرج حد ويطلب منه حاجة بطريقة مباشرة، غير ان هو بيقدر يستخدم طريقة اللف والدوران ان هو يجد اكتر من طريقة علشان يوصل بيها وجهة نظره للناس. وبرضه بيستخدم طريقة اللف والدوران دي في ان هو ما يحرجش حد، بمعنى ان لو حد سأله سؤال والسؤال ده هو مضطر انه يجاوب عليه بلا مش هينفع، وبيحس من جواه لان هو شخص عاطفي انه هيجرح الشخص ده، فبيبدأ يستخدم اسلوب اللف والدوران ان هو يوصل للي قدامه بطريقة غير مباشرة ان الحاجة دي مش هتنفع من غير ما يحرجه. عندنا برضو هنا في الحاجب لو تاخد بالك في الجانب العاطفي الشعر اللي طالع عكس منبت الشعر، يعني شعر الحاجب طالع في الاتجاه ده والشعر ده طالع في الاتجاه المعاكس، ده معناها ان هو بيفتقد الدعم من الاسرة بتاعته ومن اصدقائه ومن الناس المقربين ليه. وعندنا برضو المسافة ما بين الحواجب هنا تعتبر ضيقة جدا، فده شخص عنده خصوصية عالية وبيهتم برأي الناس فيه. وبرضو لو تاخد بالك ان هو عنده شعر هنا خفيف موجود ما بين الحواجب، وده معناه ان هو انسان حساس. والملمح ده له معنى تاني، ولكن مع تربيط الصفات اللي في وش محمد سلام ان هو انسان عاطفي وطيب فالصفة دي لا تنطبق عليه، عشان تبقى فاهم بس طريقة تربيط الصفات، لان الملمح ده موجود عند بيومي فؤاد وهنفسره بمعنى تاني. فممكن يبقى الملمح الواحد له اكتر من صفة، ولكن على حسب بقية الصفات بتاعت ملامح الوجه بنقدر نختار انهي صفة من صفات الملمح ده اللي بتمشي مع الوجه ده. فخليك فاكر ان احنا هنا قلنا ان الملمح ده معناها ان هو شخص حساس بناء على ان هو وجهه بيضاوي، ان هو شخصية عاطفية، وبالتربيط مع صفات لسه هنقولها في وجه محمد سلام. عندنا برضو لو تاخد بالك المسافة اللي ما بين العينين عنده تعتبر كبيرة، فده شخص متسامح. وعندنا برضو النسبة اللي ظاهرة في الجفن العلوي عنده في العينين الاتنين، دي معناها ان هو انسان عنده قدر من الطيبة
وان هو بيبقى على سجيته شوية، وان هو بينتظر النية الطيبة من الناس اللي حواليه. ومع الانتفاخ اللي موجود في الجفن العلوي والجفن السفلي، ده معناها ان هو بيبالغ شوية في مشاعره علشان يقدر يوصفها للناس. يعني لو موقف مثلا أثر فيه بنسبة 30%، علشان يوصل للناس قد ايه الموقف ده أثر فيه، فبيبدأ يبالغ في مشاعره ويقول لهم ان الموقف ده أثر عليه بنسبة مثلا 60%. ولو تاخد بالك الخطين اللي عنده تحت العين دول معناهم ان هو انسان بيعرف ينتقي كلامه كويس جدا. ولو قسنا كده الطول بتاع الفم، طبعا هو بيضحك هنا في الصورة دي، ولكن مش هتفرق كتير قوي لان الفم عنده لو ما كانش بيضحك هيبقى زوايا الفم يا دوبك لمسة الخط من هنا ومن هنا، وده معناه ان هو انسان بيتكلم من قلبه. وده فعلا اللي احنا شفناه في الفيديو بتاعه، ان هو فعلا اكنه كان بيتكلم مع نفسه مش بيتكلم مع ناس والكاميرا مفتوحة قدامه وبتسجل. ولو تاخد بالك ان عنده فتحة الاذن تعتبر كبيرة بالنسبة لحجم الأذن، فده معناه ان هو انسان بيسمع كلام الناس بقلبه. وكل الملامح دي تدل على ان هو انسان طيب وعاطفي وبيهتم بمشاعر الناس اللي حواليه. وعندنا برضو اخر صفة بتدعم ان هو عاطفي، لو تاخد بالك ان عنده حدقة العين تعتبر حجمها كبير، وده معناه ان هو انسان عاطفي وانه بيفتقد الحب من الناس اللي حواليه، وانه دايما بيدور على الناس اللي بتحبه عشان يكونوا معاه. تعال نروح بقى نشوف وجه بيومي فؤاد ونشوف ايه الملامح اللي خلته يعمل التصرف الغريب بتاعه ده. لو جينا قسنا كده عرض الجبهة عنده بخط من منبت الشعر يقطع الحواجب لغاية منبت الشعر في الجهة الأخرى مقارنة بطول الوجه عنده، فهتلاقي إن الوجه عنده يعتبر عريض، ودي معناها إن هو شخص عنده ثقة عالية بنفسه. ولو جينا من عظم الفك هنا لغاية عظم الفك في الناحية التانية ووصلنا كده الخطين دول، هتكتشف ان هو الوجه بتاعه الدلو المقلوب. ومن صفات اطار الوجه الدلو المقلوب ان هو بيبقى عنده الغاية تبرر الوسيلة، وده معناه ان هو ممكن يعمل اي حاجة مشروعة او غير مشروعة عشان يحقق بيها اهدافه وطموحاته. والحاجة التانية ان هو بيبقى عنده القدرة ان هو يحط خطط طويلة المدى، يعني ممكن يحط خطة لطموحه والاهدافه لمدة 10 او 15 او 20 سنة قادمة. ودي ممكن نشوفها من الملمح اللي عنده ان الجبهة عنده طويلة، فده شخص بيعرف فعلا يخطط. والحاجة التالتة في اطار الوجه الدلو المقلوب ان لما حد بيروح يحكي له حاجة عن حياته او مثلا بيشتكي له من حاجة مضايقاه، هو بيبدأ ينتقي من كلامه نقط ضعف الشخص اللي قدامه، وبعد كده علشان يسيطر عليه بيبدأ يستخدمها ضده. وعلى فكرة هو ما بيعملش كده قاصد، ولكن هو مخ اطار الوجه الدلو المقلوب بيفكر دايما بالطريقة دي. فتعال نشوف كده في ملامح وجهه هل عندنا صفات بتأيد الحاجات دي ولا بتنفيها. طبعا اول حاجة باينة عنده في الوجه ان عنده الفك عريض جدا، وده معناه ان هو بيحب السيطرة. ولو رحنا لصورة ما يكونش لابس فيها النضارة فهتلاقي عنده الزاوية اللي في الحاجب دي دليل على ان هو شخص برضه بيحب السيطرة. ولو تاخد بالك بقى هنا الشعر اللي موجود ما بين الحواجب اللي هي نفس الصفة اللي كانت موجودة عند محمد سلام، ولكن مع تربيط الصفات في الوجه بتاع بيومي فؤاد هنكتشف ان الملمح ده هنا هتكون الصفة بتاعته ان هو شخص بيقتنص الفرص. عشان كده هتلاقيه عمال يتنطط من فيلم لفيلم واي فرصة بتتعرض عليه بيقتنصها علشان يكسب من وراه. وهنيجي للملمح ده بعدين لما نكمل بقية ملامح الوجه هنفهم من ورا الملمح ده حاجة مهمة جدا. عندنا في العين عنده لو تاخد بالك ان حدقة العين صغيرة جدا مقارنة بالبياض اللي حوالين العين، فده معناه انه شخص لا يكن مشاعر للاخرين، وان هو شخص ما عندوش عاطفة، وانه بيفكر في مصلحته هو بس. واللي بيأكد لنا الصفة دي ان عنده جانب الوجه مسطح، وصاحب الوجه المسطح بيبقى اناني واستغلالي وبيسعى وراء المثالية. فاحنا شفنا طبعا هو بيسعى وراء المثالية بان هو طلع قال كلمتين في اخر المسرحية عشان يبان ان هو مثالي، وانه رغم الظروف اللي البلد فيها ان هو راح ونفذ شغله. وهنا بقى صفة الاستغلالية مع انتهاز الفرص هي اللي جابت له الفكرة من الاول ان هو ينتهز الفرصة ويطلع في اخر المسرحية يقول الكلمتين دول، ويتخيل ان موقف محمد سلام ده كان نقطة ضعف يستغلها وينتهز بيها الفرصة انه يكسب على حسابه بونت قصاد الناس اللي حضرت المسرحية. وتعالى اقول لك بقى ليه هو كان بيتكلم بالاسلوب ده. اولا عنده البروز اللي في اول ارنبة الانف ده، وده معناها انه شخص بيسيطر على مشاعر الاخرين بالعاطفة. يعني خد بالك انت في عندك بيبقى بروز عظمي
في منتصف الانف هنا في قصبة الانف، وده معناها ان هو بيتحكم في الاخرين باسلوب اداري، ودي اللي بنسميها الانف الادارية. يعني بيتحكم فيهم بالافعال، ان هم ينفذوا كذا، انت اعمل كذا وانت اعمل كذا. ولكن اللي بيبقى عنده البروز فوق ارنبة الانف على طول، ده معناها ان هو بيتحكم في مشاعر الاخرين عن طريق العاطفة، وده اللي خلاه يتكلم بالطريقة الرخيصة اللي هو كان بيتكلم بيها، ويقعد يقول للناس كتر خيركم كتر خيركم، علشان يتصعبن عليهم ويأثر على مشاعرهم فيتعاطفوا معاه. واللي يأكد لنا الصفة دي ان لو تاخد بالك، لو قسنا طول الفم عنده هتلاقي ان الفم عنده مش طويل، ده معناها ان هو شخص بيتكلم من عقله وبيعرف ينتقي كلماته كويس قوي. وطبعا اللي شجعه ان هو يعمل الموقف ده من الاول ان هو عنده الاذن تعتبر حجمها صغير بالنسبة لحجم الرأس، وده معناها ان هو شخص متسرع ومتهور وما بيحسبش عواقب المواقف اللي هو بيعملها. عشان كده هو كان جوه نفسه متخيل انه لما هيجي مصر الناس هتسقف له زي ما المشاهدين بتوع المسرحية كانوا بيسقفوا له، ولكن هو اتصدم فعليا من ردود افعال الناس ان هم ما قبلوش الكلام اللي هو قاله، ولا قبلوا الطريقة اللي قال بيها الكلام ده خالص. ولو تفتكر في الكلام بتاع اللي قاله ان هو كان بيركز على الجزئية بتاعت ان اتشرف ان اتصور مع بني ادم سعودي وانا شخص مصري، فهو عنده قدر من العنصرية، ودي بنعرفها من الدوران اللي في منتصف الجفن السفلي. وطبعا عنده الخطين اللي تحت العين، فمعناها ان هو بيعرف ينتقي كلماته، عشان كده عرف يختار الكلمات اللي يأثر بيها على مشاعر الناس زي ما قلنا بالملمح ده. واخر حاجة عندنا هقولها لك ان عنده هنا فتحة الاذن صغيرة جدا، وده معناها ان هو شخص بيحلل كل كلمة بيسمعها، ودي تأيد لنا الصفة اللي موجودة في اطار الوجه الدلو المقلوب، ان هو بينتقي نقط ضعف الشخص اللي قدامه من كلامه علشان بعد كده يستخدمها ضده للسيطرة عليه. وبكده نكون عرفنا ليه محمد سلام كان موقفه عاطفي، وان هو حسيس وكان عنده دم، وانه ما قدرش يروح يرقص ويهزر ويغني واخواتنا في فلسطين بيموتوا، وايه السبب اللي خلى بيومي فؤاد يطلع بعد ما خلص دوره في المسرحية يقول الكلام التافه المتخلف اللي هو قاله، وايه السبب اللي خلاه يشوف التصرف بتاع محمد سلام ان هو نقطة ضعف يستغلها ضده ويحاول يغلطه قدام الناس ان هو غلط في الفن، في حين ان هو ما غلطش في اي حاجة خالص. وليه هو حاول يقول الكلام بالطريقة اللي يأثر بيها على مشاعر الناس علشان يتعاطفوا معاه ويبين مثاليته. فيا صاحبي، يا اما تكون راجل جدع زي محمد سلام، يا اما تبقى لا مؤاخذة بيومي فؤاد. واشكركم لمشاهدة الفيديو، ولو كان عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضو. واحب اقول لك ان اللايك بتاعتك دي اكتر حاجة تقدر تدعم بيها القناة، لانها بتكون السبب ان اليوتيوب يقترح الفيديو ده على اكبر عدد من المشاهدين. ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناة اشترك في القناة، واترككم في رعاية الله وامنه.